في الفيديو دوت هقول لكم على أهم معدات اشتريتها في 2025 خلتني أحسن في التصوير وكمان في صناعة المحتوى. يا مساء الفل عليكم، إيه الأخبار؟ أنا إسلام ناجي، بورتريه فاشن فوتوغرافر، والنهاردة فيديو جديد. خلونا على طول نخش في موضوع الفيديو، وهتكلم على معدات فعلا فرقت معايا إذا كنت وأنا بصور أو وأنا بعمل محتوى. وأول حاجة هتكلم عليها هي الكاميرا اللي أنا بصور بيها دلوقتي، النيكون ZR. النيكون ZR مش مجرد كاميرا ممكن تطلع لك جودة كويسة، لا دي كاميرا بتديك جودة سينمائية، واعتقد انت شايف قدامك الدنيا عاملة ازاي. الكاميرا ديت بتصور 6K لحد 60 فريم و4K لحد 120 فريم، وكمان بتصور ريد رو ان رو وبروريز. بتهيالي انت مش محتاج اكتر من كده. الجميل بقى ان انت بس مش هتاخد جودة سينمائية او جودة فيديوهات كويسة من الكاميرا ديت، لا الكاميرا ديت 24.5 ميجا بكسل، يعني هتديك كواليتي صور كويس جدا، واستخدمتها في اكتر من شوت وبصراحه ما خذلتنيش. تاني حاجه هتكلم عليها هي الاس اس دي دوت من ليكسر. الاس اس دي دوت تقريبا عمل لي كل حاجه انا متخيلها. في الاول لما جبته كنت متخيل انه هيخليني بس اصور بروريز او اصور لوج من على التليفون، بس بعد كده بقى الهارد الاساسي بتاعي في الشغل، خصوصا وانا بره البيت. دايما بوصله باللابتوب بتاعي بتايب سي، وبقعد اشتغل عليه وبعمل عليه باك اب ملفات تقيله وملفات كبيره، ودايما سريع ما بيخزنيش خالص. الهارد ده فيه منه مساحات كتير، 1 تيرا و2 تيرا و512، فحاول تشتري واحد حقيقي هيفرق معاك جدا. تالت حاجة بقى هو شاحن البطاريات دوت. طول الوقت كان عندي مشكلة، مش بس ان انا بشحن كل بطارية لوحدها، لا ان ما ببقاش عارف انهي بطارية مليانة وانهي بطارية فاضية. فالشاحن ده لما جبته خلاني ان انا اقدر اشوف انهي بطارية فيها نسبة قد ايه، ويشحن لي بطاريتين مع بعض في نفس الوقت، وكمان في 2 تايب سي والاتنين ان واوت مع بعض في نفس الوقت. فبصراحة سهل عليا حياتي جدا في حتة شحن البطاريات ديت. هنيجي بقى نتكلم عن اكتر حاجة فرقت معايا في تصوير المحتوى، وهي الDJI Osmo Pocket 3. الكاميرا دي بصراحة أنا ما كنتش متخيل إن هي ممكن تديني كل المساحة من الكرياتيفيتي دي. أنا بصور بيها في كل الأماكن، الكاميرا معايا في كل وقت، لأن هي كاميرا أصغر من الموبايل، ما بتلفتش النظر كتير، بصور عليها دي لوج وبقدر ألون. الأداء بتاعها في اللو لايت كويس، كمان مانع الاهتزاز بتاعها قوي جدا، وبصراحة من الآخر بتديني جودة أحسن من اللي ممكن يطلعها لي الموبايل في أوقات كتير جدا. أنا اشتريت الكرياتور كومبو، وديت بيكون جاي معاها بطارية زيادة، وجاي معاها ترايبود، وكمان جاي معاها مايك من DJI. والمايك ده من احسن المايكات الوايرلس اللي انا استخدمتها، ولو انت متابع القناه بقالك كتير هتعرف ان انا من محبين المايكات جدا. قبل ما اكمل عايز اقول لك ان نسبه كتير قوي من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات في القناه مش مشتركه، فلو انت مهتم بالمحتوى اللي انا بقدمه لايك، اعمل سبسكرايب، وريني دعمك في الكومنتات عشان اقدر اعمل فيديوهات اكتر لليوتيوب. خامس حاجة هو الادابتر الصغير جدا دوت من فيلتريكس، اللي بيخليني اشغل كل عدسات سوني على كاميرا النيكون ZR. لو انت متابعني من زمان هتبقى عارف ان انا كنت موجود في سوني وعندي عدسات كتير من سوني. عشان اروح اغير السيستم كامل كاميرا وعدسات الموضوع مكلف جدا، بس كان دايما ببقى خايف من الاداء بتاع الادابتر، يكون الالوان فيها مشكلة، الفوكس بيهنج بيلاج. الادابتر دوت بصراحة ما فيهوش اي مشكلة من المشاكل ديت. انا بصور بيه دلوقتي على عدسه 2470 جي ماستر من سوني، ما فيهوش اي مشكله تماما، وبجد خلاني ما اروحش استثمر في عدسات تانية من نيكون وافضل موجود فتره اطول على العدسات اللي انا اوريدي مرتاح للكواليتي بتاعها اللي كانت عندي طول الوقت من سوني. اخر حاجه هتكلم عليها، اوقات كتير انا بدي كورس تصوير صناعه المحتوى بالموبايل. يعني انت عايز تكون كونتنت كرييتور ومعكش غير الموبايل، فبتاخد كورس يعلمك ازاي تصور نفسك بالموبايل وتعمل محتوى والكلام ده. اكبر مشكله كانت بتقابل اي كونتنت كرييتور جديد ان هو ما بيبقاش عارف يشوف نفسه وهو بيتصور بالموبايل. وهنا جه دور اخر حاجه، وهي الشاشه الصغيره دي بتتوصل بالتليفون بتاعك بالبلوتوث من غير اي اسلاك، وبتشتغل عن بعد. يعني ممكن تسيب التليفون 10 متر بعيد، بتقعد معاك 3 ساعات وتقدر تشوف نفسك وانت بتعمل محتوى بالكاميرا الخلفيه. لان مهم قوي ان انت لو بتصور بالموبايل تبقى بتصور بالكاميرا الخلفيه، لانها بتديك 60% جوده اكتر من الكاميرا الاماميه. لحد هنا يعتبر الفيديو بتاعي خلص. لو عندكم اي افكار للمحتوى اللي جاي، احنا عندنا حاجات للاضاءه، وكمان عندنا مشاهد هنبقى بنقلدها او بنعمل زيها على الواقع، وبقول لكم الوايت بالانس بتاعي ايه، العدسات ايه، الكلام ده كله، بحيث ان احنا نطلع احسن كواليتي سينماتيك من الكاميرات العاديه اللي موجوده معانا. لو عندك اي فكره تانية متنساش تكتبها لي في الكومنتات.